طب اعيط؟ ما هو لو مسموح العياط في الحالات اللي زي دي ممكن اعيط عادي. يعني الزمالك ده لو كان بشر والله كنت اساله اقول له انت ليه بتعمل معانا كده؟ يعني احنا ما بنصعبش عليك. انا بس نفسي افهم يعني ايه اكون كسبان كهرباء اسماعيليه 3-0 ماتش يخلص 3-3 يتعمل عليا ريمونتادا من كهرباء اسماعيليه. هو يعني يا جدعان اهو ده ماتش ملوش لازمه، بس انا لازم يتحرق دمي؟ لا عادي، الزمالك ده ماتش ملوش لازمه احرق لك دمك برضه. ليه؟ لان انت ما ينفعش تبقى مبسوط، مش المنتخب عكنن عليك انا بقى هقفل لك اليوم بقرف. طب ايه يا زمالك هتقرف لي اليوم بقرف ازاي؟ هتتعادل 0-0؟ لا. طب هتعمل ايه؟ هعشمك ان انا كسبت خلاص واروح عامل عليك ريمونتادا 3-3 واحرق لك دمك واعكنن عليك واخليك قاعد مش طايق نفسك. متشكرين قوي يا زمالك، يعني بجد شكرا قوي على المعامله اللي انت بتعاملها لنا دي والله. الزمالك بيتعادل 3-3 مع كهرباء اسماعيليه بعد ما كان كسبان لغايه الدقيقه 60 تقريبا 3-0. هسكت مش هتكلم يعني. حسبي الله ونعم الوكيل في حرقه الدم، حسبي الله ونعم الوكيل في السيناريوهات اللي تحرق الدم وتجيب الفقر وتجيب المرض. عارف ان في لعيبه صغيره كانت موجوده بس كانت في لعيبه كبيره وقدروا يخلصوا الماتش ويكسبوا 3-0. طب نعمل ايه تاني؟ نعمل ايه تاني؟ اسحب بقى اللعيبه الكبيره فاروح يخش فيها 3 اجوان، اروح خرجت بتعادل وكان ممكن اطلع خسران كمان 4-3. هو ده حال الزمالك وهي دي سيناريوهات الزمالك وهو كده الزمالك يفضل كده طول عمره وهيفضل هو دوت اسلوبه معانا وطريقته. فمفيش كلام يتقال بصراحه.